إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو تعلمون ما أعلم في الوحدة في السفر ما سافر أحد بليل قط، يعني وحده. سمع هذا بعض الصحابة رضي الله عنهم، فبدت له حاجة فسافر، واصل النهار مع الليل، مع أول الليل فقط، فإذا به وهو على البعير يرى رجلا خرج من الأرض مشتعل نار من رأسه إلى أخمص قدميه، ووراءه رجل معه صيخ من حديد يضربه حتى أعاده إلى النار، فأغمي عليه وتمسك بسنام البعير من لا شعور، وأسرع البعير فدخل على ناس في قريتهم، فرأوا الرجل على البعير وأنه على هذه الحال، فأحاطوا بالبعير وبركوه وأنزلوا الرجل وصبوا عليه الماء، رشوه بالماء فأفاق. ما لك؟ قال: عهدي بنفسي كذا وكذا في المكان الفلاني. ثم رجع الرجل، قالوا هذا هم قالوا هذا أمير القبيلة كان ظالما في الدنيا، هو الرجل اللي طلع من القبر. فرجع الرجل إلى المدينة وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى وما قال له القرية، فأرسل أهل القرية يستدعيهم يتثبت منهم، وقالوا نعم هذا. وحوادث كثيرة ذكر ابن القيم رحمه الله جملة منها إنه انكشف في القبر، بل مشايخنا ذكروا لنا من هذا إنه كشف القبر لبحث عن شيء مفقود فوجد مشتعل في النار من النار.